التنسيقية المحلية لدعم حركة 20 فبراير على دعمها للحركة في المدينة ووقوفها إلى جانبها في كل المحطات النضالية وعلى تأديتها التي تخوضها إلى جانب الحركة. لذلك ارتأينا اليوم أن نلقي كلمة في الندوة التي تنظمها التنسيقية المحلية، وهي كلمة مقتضبة حول مطالب الحركة وحول الإشكال المزمع أخذها بالنسبة للحركة في المدينة. نحيي التنسيقية المحلية لدعم حركة 20 فبراير بما فيها من إطارات المدنية والسياسية ونقدية على مساندتها للحركة في كل محطتها النضالية، وإذ نجدد كل يوم أعلى التحايا إلى شهداء الشعب المغربي بما فيهم شهداء حركة 20 فبراير عبر ربوع هذا الوطن، نستنكر السياسة القمعية والمقاربة الأمنية والتشويشية التي ينهجها المخزن على حركة 20 فبراير وضد كل الحركات الاجتماعية الحالية ومحاولة تزوير إرادة الشعب المغربي في الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية. أيها الحضور، إن حركة 20 فبراير حركة اجتماعية اختارت لنفسها الاحتجاج الميداني السلمي والمرافعة علنا للتعبير عن مطالبها بما هي مطالب الشعب المغربي، وسلاحها في ذلك عزيمة هذا الشعب عبر التاريخ في التغيير. كل هذا جعل منها محورا رئيسيا في النقاشات السياسية الدائرة اليوم ومرمى أنظار المتتبعين لتيارات نضالات الشعب المغربي منذ الاستقلال الشكلي، وجعل مقومات تواجدها تبقى قائمة للحظة متشبتين فيها بمطالبنا، أي المطالب العشرين التي استطرتها الحركة منذ البدء، سواء ما هم الشأن السياسي أو الجانب الاقتصادي والاجتماعي. كما تلتزم الحركة اليوم بالانخراط المبدئي في معارك كل فئات الشعب المغربي المطالبة بتحسين الوضعية الاجتماعية ومحاربة الفساد ومساءلة الأحزاب ومحاكمة الشفار المدنيين كانوا عسكريين. وإذ نؤكد في كل مرة على مطالبنا من داخل حركة 20 فبراير، نعتبر ما يحاك اليوم من مؤامرات ضد هذا الشعب من برامج اقتصادية واجتماعية أو ما يهم الإصلاحات الدستورية التي يدعي المخزن تفعيلها، فإننا نذكر بكوننا قد طالبنا بانتخاب مجلس أو لجنة تأسيسية لصياغة دستور جديد للبلاد بدل اللجنة التي تكرس التعيينات الفوقية ومبدأ أحقية المعين بدل المنتخب. هذه اللجنة التي ننشدها هي الكفيلة بصياغة دستور يرقى إلى طموحات الشعب المغربي الذي طالما رفض الدساتير المملوحة والمطبوخة في بيوت الاستبداد السياسي، بما هو دستور يقر بملكية برلمانية ويرفع القداسة عن الجميع ويضع المسؤولين عن تسيير الشأن العام أمام المحاسبة ويحترم المبادئ الأساسية التي تنشأ من أجلها الدساتير التي تحترم نفسها وتحترم شعوبها، بما هو تعاقد يقر بالسلطنة بعين الشعب وينص على مبدأ الحريات الجماعية والفردية ويضمن حق ممارستها ويحقق استقلال القضاء ويضع خطا واضحا للصورة الثلاث بعيدا عن المؤامرات المخزنية. كل هذا لن يتأتى إلا عبر إشراك الشعب المغربي في تدبير الشأن العام والتحلي بالمسؤولية في اتخاذ القرارات تجاه كل الغيورين على هذه البلاد بحركية الشعب المغربي. إننا في حركة 20 فبراير نمد يدنا اليوم لكل القوى والتيارات الراغبة في الاصطفاف إلى جانب الشعب في تحقيق التغيير المنشود، وأن تتحمل مسؤوليتها التاريخية في الدفاع عن قضاياه السياسية والاجتماعية والاقتصادية، وأن تنخرط ميدانيا في نضالاته، وأن لا تبقى حبيسة الانتظار والتسابق نحو احتلال مراكز متقدمة بين كراسي التفاوض حول مصير هذا التغيير، فإما أن نكون اليوم إلى جانب هذا الشعب أو نكون ضده. إننا في حركة 20 فبراير القنيطرة قد رفعنا رهان الاحتجاج حول وضعية القطاعات الاجتماعية بالمدينة، أي ما يهم الصحة، السكن، النقل، التعليم إلى آخره، وقد عقدنا العزم ابتداء من الوقفة المرتقبة يوم الأحد المقبل للتنديد بالوضعية المزرية لهذه القطاعات بالمدينة
وما يلفها من غموض وفساد، وكذا محاولة لفت انتباه ساكنة المدينة للاحتجاج حول هذا الوضع. كما ندعو الهيئات السياسية المكونة لتنسيقيات الدعم أن تساند المدينة في هذه الملفات مجددا من يدعم 20 فبراير، وندعو من لم يلتحق أن يلتحق الآن لدعم هذه الحركة بما هي حركة الشعب المغربي وليست معزولة عن صيرورة نضالاته للمدينة، بدءا بمحاربة الاستقلال الشكلي، بدءا بمحاربة استعمار تحقيق الاستقلال الشكلي إلى نضال الاستبداد السياسي والوضع الاجتماعي المزري. وإن نؤكد على مطالبنا وضرورة الاستجابة لها، نطالب بالاصطفاف الفوري بالإطلاق الفوري لكافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي. وفي الأخير نقف إجلالا لروح شهداء التعبير في شمال إفريقيا والشرق الأوسط، وكذا شهداء الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية ببلادنا. وشكرا.